السلام عليكم، مرحبا بيا عندكم عاوتاني. جيت نونسكم اليوم بقضية جديدة بالنسبة للناس اللي انتريسي بالمحتوى ديال الجرائم. مرحبا بكم عندنا في القناة. نساوناش من لي سبسكرايب ولي كومونتير ولي جيم. قبل ما نبداو القضية ديال اليوم بغيت نهضر على واحد الكومونتير اللي جاني في القضية اللي فاتت. واحد شخص طلب مني انني نبقى نستخدم الصور ديال الضحايا وديال الاماكن. صراحه الفكره ديالي كانت هي ان الشخص كيكون كيتصنت لشي قضيه، فغالبا غادي يكون مشغول، ما غاديش يكون كيتفرج في لا فيديو. يعني مثلا كاين اللي كيكون كيشقى بهاد القصه، كاين اللي كيكون غادي كيتمشى بها، كاين اللي كيدير بها سبور. فقلت انا اغلبيه الناس ما غاديش يكونوا منتبهين صور ديال الضحايا ولا الاماكن اللي غادي نحط، ولكن بما انه جاني طلب عليها فغادي نحاول نرضيكم وفي نفس الوقت نخلي الكونسيبت ديال القناه اللي بدينا به، الا وهو غنخلي الباك جراوند ثابت، غنبقى مره نحط لكم صور ديال الضحايا اولا صور ديال البلايص اللي كانوا عايشين فيهم ولا شي حاجه بحال هكا. وشكرا لكم. ونبدا في القضيه ديالنا ديال اليوم. في واحد المدينه كالم سميتها اسكنديرو، كاينه في كاليفورنيا، امريكان. كانت واحد العائله سميتهم عائله كرو، معروفة وسط من الجيران ديالهم بأنهم عائلة محترمين ظريفين مؤدبين. الأب سميتو ستيفن كرو، يحاول يوفر لعائلته حياة مستقرة. الأم سميتها شيرل كرو، كانت كتعتني بوليداتها وكتحاول تخلي الدار عامرة بالدفء والحنان. كان عندهم 3 ديال الوليدات، ومن بينهم كانت ستيفاني كرو اللي عندها 12 عام، وهي البطلة ديال القصة ديالنا ديال اليوم. ستيفاني كانت واحد البنية ذكية كالم، كتبغي المدرسة ديالها، المعلمين ديالها كيقولوا بأنها مؤدبة ضحوكية، ما عندهاش مشاكل مع الوليدات. الجيران حتى هما كانوا كيعرفوها، كيقولوا بأنها انوسونت بريئة، عايشة الطفولة ديالها وكتعيش حياة عادية جدا. ما كان حتى شي واحد يقدر يتخيل أن هاد البنية الصغيرة غادي تولي محور وحدة من أغرب الجرائم اللي عرفتها أمريكا. نهار 20 يناير 1988 كان واحد النهار عادي في الدار ديال عائلة كرو. تعشاو كاملين مع بعضياتهم، تفرجوا شوية في التلفزيون، ومن بعد كل واحد فيهم مشى لبيتو. ستيفاني كيف العادة دخلت لبيتها ونعسات. خوها الكبير مايكل كرو كان عنده 14 عام ديك الساعة، مشى حتى هو ينعس، والديها حتى هما. كلشي كان عادي، وهذا الهدوء كان آخر لحظة طبيعية في حياة هاد العائلة. حيت نهار 21 بشهر 1 1998، يعني اللي غد ليه، الأم شيرل فاقت باش توجد وليداتها للمدرسة، باش مشات لعند ستيفاني باش تفيقها. ولكن منين حلت الباب جمد الدم في عروقها. ستيفاني كانت طيحة على الأرض قريب للسرير ديالها وغارقة في دمياتها. الأم بدات كتغوت على جهدها، الأب جا عندها كيجري، ومن بعد ثواني عيطوا ل 911. جاو البوليس دغيا، ومن ديك الساعة الدار ديالهم الكالم ولات مسرح جريمة مرعب. ملي دخلوا المحققين لاحظوا شي حاجة خطيرة، ألا وهي أن ما كان حتى شي باب مهرس، ما كان حتى شي شرجم محلول، ما كان حتى شي أثر واضح لاقتحام. هاد الشي خلى البوليس أول حاجة يفكروا فيها هي أن القاتل ربما كان من الدار، شي شخص من العائلة. من هنا بدات الشكوك كتدور حوالي العائلة كاملين بدون استثناء. أول شخص ركزت عليه الشرطة وهو الأخ الكبير مايكل كرو، اللي قلت لكم عنده 14 عام. كان معروف بأنه ولد انطوائي شوية، كتعجبه الموسيقى، كيعيش حياة مراهق عادي. ولكن المحققين لاحظوا بأنه ما بانش أنه نهار شي انهيار قوي، كان كالم، الأجوبة ديالو كانوا قصار، وبالنسبة ليهم هادشي برود، والبرود دائما كيشكل الاشتباه. ولكن علماء النفس كيأكدوا بأن كل واحد كيفاش كيغياجي مع الصدمة. شخص ملي كيتعرض لشي صدمة كبيرة كاين اللي كيكون جامد ما كيعرفش كيفاش يتصرف، كاين اللي كيبكي، كاين اللي كيغوت، كاين اللي كيسخف، كل واحد وكيفاش كيتصرف. ولكن واخا هكاك البوليس قرروا أن مايكل هو المشتبه الأول في هذه الجريمة. استجوبوا جميع أفراد العائلة ديال كرو، خداو من عندهم الحوايج ديالهم، شدوهم هذوك الحوايج اللي كانوا لابسين كاملين ديك الساعة، قلبوا ليهم لو كور ديالهم كامل باش يقلبوا واش فيه شي خباشي ولا شي حاجة. ومن بعد داو الوالدين الام والاب حطوهم في واحد الموتيل بما كملوا التحقيق، حيت الدار دابا راها مسرح جريمه ما يقدروش يدخلوا ليها. والوليدات داوهم لواحد المركز ديال الايواء تابع للمقاطعه، ما عندهمش الحق يشوفوا والديهم الا 2 مرات
في السيمانة. ملي كنقول الوليدات راه ما كنقصدش بهم مايكل ما داخلش معاهم. فهاد الفترة شنو طرا، داو مايكل داوه معاهم لمركز الشرطة وقالوا ليه بغينا غير نعاودوا معاك شنو وقع، ولكن التحقيق دام لساعات طويل. واحد المرحلة الشرطة ديال مدينة إسكنديرو كانوا مقتنعين بأن مايكل هو القاتل ديال اختو. شنو السبب؟ أن مسرح الجريمة كيف قلت لكم كيبان وكأنها جريمة من داخل ديال الدار، وزادوا عليه الملاحظات ديالهم بأن مايكل كان بارد شي شوية ومفصول عاطفيا من بعد ما تلقات الجثة ديال اختو، بينما العائلة كاملة كانوا منهارين. البوليس بداو كيحققوا معاه بزاف المرات، ولكن الشيء الخطير هنا هو أنه هو عنده 14 عام، حققوا معاه بلا ما يكون والديه حاضرين، بلا ما يكون عنده محامي. وفي التحقيقات بقاو كيقولوا ليه شي معلومات اللي غالطين غير باش يشكلوا عليه ضغط نفسي، بحال انهم عندهم دليل مادي ضده. هادشي ما كانش صحيح. قالوا لي انه فشل في اختبار كشف الكذب، قالوا لي ان والديه مقتنعين انه هو القاتل. بقاو كيقولوا لي حنا عارفين بلي انت اللي درتيها، ربما تكون فقدتي السيطره، تقدر تكون قتلتيها ومن بعد نسيتي. دابا تخيلوا معايا طفل صغير راه 14 سنه، راه باقي طفل، جالس بوحدو قدام محققين كبار اللي مطيحين دراسهم كيف كنقولوا في هاد الدومين، وكيحاولوا يقنعوه بانه قتل اختو. من بعد تقريبا 6 ساعات متواصله ديال الضغط النفسي القوي، مايكل بدا كينهار وقدم اعتراف ضعيف ومبهم، ما كانش فيه حتى شي تفاصيل واضحه. كان غير كيقول بانه نقدر نكون انا، ولكن راني ما عاقلش كيفاش. حتى في التسجيل ديال الفيديو كان كيبان انه كيهضر تحت الضغط وكيقول انا غير كنقول هادشي حيت هادشي اللي باغي نسمعو، بحال مسكين ولا بغى غير يتهنى منهم باش يرتاح، يعطيهم شنو ما بغاو غير خليوه يرتاح. من بعد هادشي تم الاعتقال ديالو، وجهوا ليه تهمه رسميه بقتل اختو. الشرطه ديال مدينه اسكنديرو ومعاها الشرطه ديال اوشن سايد ما وقفوش غير عند مايكل، وانما وسعوا دائره الشك وركزوا حتى على واحد جوج ديال صحابو اللي هما جوشوا تريدواي وارون هاوزر. كانوا كاملين مراهقين عندهم تقريبا 15 عام. ارون هاوزر كان عنده مجموعة ديال السكاكين، وحدة منهم اختفت من الدار ديالو. من بعد السكين تلقى في الدار ديال جوشوا تريدواي، وهو قال بأنه خداه من عند هاوزر. هاد التفاصيل الصغيرة خلات البوليس تشك فيهم بجوج. البوليس خداو جوشوا تريدواي لمركز الشرطة، بداو معاه تحقيق طويل جدا دام تقريبا 11 ساعة متواصلة، بدا من 9 ديال الليل حتى ل 8 ديال الصباح. في هاد الوقت المحققين كانوا كيضغطوا عليه وكيقولوا لي انهم مقتنعين ان السكين ديالو هي اداه الجريمه. هاد الضغط النفسي كان قوي بزاف على مراهق. من بعد رجعوا حقوا معاه مره اخرى من بعد حوالي 2 الاسابيع. هاد المره تحقيق دام تقريبا 10 ساعات. واش نتوما متخيلين معايا اطفال كيتعرضوا لهاد الضغط النفسي والمعنوي في هاد السن؟ راه ما يمكنش نقولوا شخص اللي بالغ ولا بقيتي كتحقق معاه لمده 3 سوايع 4 سوايع فما بالك باطفال. خلال هاد الجلسه الطويله اللي قلت لكم، جوشوا بدا كيضعف نفسيا وقدم ما سمي باعتراف مفصل كيقول فيه انه شارك مع مايكل وصاحب ثالث في الجريمه. ومن بعد هذا الاعتراف تم الاعتقال ديالو حتى هو. القضية ولات ماشي غير شخص واحد ولكن مراهقين كاملين، اعترافات تحت الضغط، شكوك بلا أدلة قوية. هادشي هو اللي خلى القضية تولي واحدة من أكبر القضايا المثيرة للجدل، حيت الناس بداو كيسولوا واش هاد الاعترافات كانت حقيقية ولا غير نتيجة ديال ضغط الشرطة. الصحافة الأمريكية بدات كتغطي القضية، والرأي العام ولا مقتنع بأن القاتل من داخل الدار. آرون هاوزر حتى هو تم الاستجواب ديالو، ولكن على عكس جوشوا ومايكل هو ما اعترفش مباشرة بأي مشاركة ليه في الجريمة، بقى كينكر بأن عنده أي علاقة بالقتل. ومع ذلك تحت الضغط ديال المحققين اللي كانوا خدامين بواحد الطريقه سميتها ري تكنيك، هذا اسلوب ديال التحقيق كيعتمد على الضغط النفسي وتوجيه الاسئله. لو ارون يحكي سيناريو افتراضي لكيفاش يمكن تكون وقعت الجريمه، يعني هو ما قالش انا درتها، ولكن بدا كيهضر على شنو ممكن يكون وقع تحت الايحاءات ديال الشرطه. يعني هما كانوا كيوجهوه. من بعد هذه المرحله 3 ديال المراهقين، مايكل كرو، جوشوا تريدواي، آرون هاوزر، كلهم من بعد رجعوا وسحبوا الاعترافات ديالهم وقالوا أنهم تعرضوا للضغط والإكراه من طرف الشرطة. هنا القضاء دخل على الخط. بالنسبة لاعتراف مايكل كرو، المحكمة حكمت أن جزء كبير من الاعتراف كان مفروض عليه نفسيا،
حيت الشرطة كانت كتلمح ليه أنهم غاديين يتكلموا مع المدعي العام ويطلبوا ليه تخفيف الحكم إذا تعاون. يعني الطفل كان كيتحط بين اعترف وغادي نعاونك وبقى ساكت وغادي تعاقب بقوة، يعني كانوا كيهدوه. أما جوشوا تريدوي فهو دار جوج ديال الاعترافات، الأول عند البوليس ديال أوشن سايد والثاني مطابق تقريبا عند الشرطة ديال إسكنديرو. ولكن المحكمة شافت أن هاد الاعترافات متكررة ومبنية على نفس الضغط، وقررت أن الاعتراف الأول يتلغى، يعني يتحيد من الملف، ولكن الثاني يبقى مقبول قانونيا. أما آرون هاوزر المحكمة قررت إلغاء التصريحات ديالو كاملين، حيت الشرطة ما قدرتش تثبت أنهم شرحوا ليه مزيان حقوقه القانونية، يعني Miranda rights، يعني عندك الحق تسكت، أي حاجة غادي تقولها راه غتستخدم ضدك، راه غتكونوا كتشوفوهم في الأفلام بزاف. هو ما كانش فاهم أن عنده الحق يسكت أو لا يكون عنده محامي. القضية ولات معقدة بزاف، كاين اعترافات متناقضة، ضغط نفسي على المراهقين، قرارات قضائية كتقبل جزء وكترفض جزء آخر. وهادشي خلى السؤال كبير يبان، واش الشرطة كانت كتقرب الحقيقة ولا كانت غير كتصنع اعترافات تحت الضغط. الأب والأم كانوا عايشين جحيم مزدوج، من جهة بنتهم الصغيرة ماتت بطريقة بشعة في دارهم اللي هي نورمالمون مصدر الأمان، ومن جهة أخرى البوليس كيقولوا لهم أن ولدهم هو القاتل. الأم شيرل كانت قالت من بعد بأنها كانت كتعيش بين ألم فقدان بنتها والخوف من ضياع ولدها. الأب ستيفن كان رافض يتيق وكيقول ولدي مستحيل يدير هادشي، ولكن الضغط الإعلامي عليهم خلى العائلة كاملة تدخل في واحد الأزمة نفسية كبيرة. في النهار اللي اكتشفت فيه الجثة ديال ستيفاني كرو، الشرطة ما وقفتش غير عند العائلة، ولكن دارت كذلك تحقيق مع واحد الشخص آخر كان كيتواجد في المحيط ديال الجريمة، سميتو ريتشارد ريموند تيوت، واحد السيد عنده 28 عام، كان كيتحرك بشكل غير مستقر في المدينة ديال إسكنديرو، ما كانش عنده سكن قار، يعني كان متشرد. هاد الشخص كان شافوه الجيران بيت الجريمة وهو كيدور في الحي، كيدق على البيبان، كيطل من الشراجم ديال الديور. التصرفات خلات بزاف ديال الجيران يعيطوا للبوليس ويبلغوا على وجود شخص مشبوه كيدور في الحي. ملي جاو المحققين داروا معاه واحد المقابلة، سولوه مقابلة أولية، شافوا أن عنده سجل جنائي طويل، كان كيتنقل باستمرار في الشوارع ديال إسكنديرو، مشخص بمرض الفصام، وزادوا على هاد الشيء أنهم لاحظوا عليه خدوش في الجسم ديالو وجرح في الإيد. هاد العلامات كان ممكن تكون مهمة جدا في جرائم العنف، ولكن رغم هاد المؤشرات كاملة البوليس ما اعتبروش مشتبه فيه رسمي، والسبب كان بسيط بالنسبة لهم، وهو أنه كانوا مقتنعين أنه ما يمكنش يكون قادر على القتل. علاش كانوا مقتنعين هكا؟ الله أعلم. كانوا مركزين بالكامل على مايكل كرو كمشتبه رئيسي. يعني هنا كيبان لي كيفاش التركيز على مشتبه واحد ممكن يعمل تحقيق وكيخلي دلائل أخرى واضحة كيتم التجاهل ديالها، وفي نفس الوقت كيبان أن الحقيقة كانت قريبة جدا من البداية، ولكن حتى واحد ما كان كيشوفها. مع الوقت المحامي ديال العائلة طلب التسجيلات ديال التحقيق، ومن بعد ما خرجوا التسجيلات السيد صدم، بانت لي بأن الشرطة كانوا كيضغطوا على طفل صغير باش يعترف بجريمة ما دارهاش. المحققين كانوا كيقولوا لي حنا عارفين الحقيقة غير قولها. الشي خلق غضب كبير وسط الرأي العام، الناس بداو كيسولوا واش الشرطة باغية الحقيقة ولا باغا غير شخص يلصقوا ليه الجريمة. من بعد الاعترافات اللي خرجوا بها 3 ديال المراهقين، الشرطة قررت توجه لهم تهم رسميا بالقتل والتآمر على القتل. المحكمة قررت أنهم يتحاكموا كراشدين رغم أنهم مراهقين. يعني تخيلوا معايا 3 ديال الوليدات مشدودين ومهددين بأحكام ثقيلة، دخلوا الحبس الاحتياطي لمدة حوالي 6 شهور، بينما النيابة كانت كتحضر المحاكمة. ولكن قبل ما تبدا المحاكمة ديال جوشوا في 1999 وقع واحد التحول صادم، داروا واحد التحاليل متأخرة ديال الADN على الأدلة القديمة، والنتيجة كانت مفاجئة. تلقاو 3 النقط ديال الدم ديال ستيفاني على تيشيرت ديال واحد الشخص آخر اللي هو ريتشارد تيوت. هاد الراجل اللي كان في البداية تم تجاهله من طرف الشرطة. هاد الدليل ما كانش مجرد شكوك، ولكن أثر بيولوجي مباشر كيربط الضحية بشخص آخر من غير المراهقين. وبناء على هذا الاكتشاف الجديد القضاء قرر إسقاط التهم على الوليدات المراهقين، ولكن بدون إغلاق نهائي. يعني نظريا يقدروا يعاودوا يتابعوهم إلى بان دليل جديد. في لحظة واحدة 3 ديال الأبرياء
خرجوا من قضية كانت غادي تدمر حياتهم، وبدا الاتجاه كيتحول نحو المشتبه الحقيقي. الأهم هنا هو لا دي الدليل العلمي اللي صحح خطأ ديال سنوات ديال التحقيق. من بعد ما تبين أن التهم على المراهقين كانت مبنية على اعترافات تحت الضغط، القضية دخلت في مرحلة من الفوضى والتردد. البوليس ديال اسكنديرو والنيابة المقاطعة سان دييغو حسوا بالإحراج بسبب تغيير ديال مسار القضية، وهذا الشيء خلى الملف يبقى مجمد تقريبا لمدة عامين بدون أي تقدم حقيقي. بسبب التوقف في سنة 2001 تم طلب تدخل جهة أعلى هي وزارة العدل في ولاية كاليفورنيا باش يعاودوا التحقيق من جديد بشكل مستقل. في ماي 2002 توجهوا التهم رسميا من طرف المدعي العام ريتشارد تيويت بتهمة قتل ستيفاني كرو، وبعد سنوات من الضياع القانوني القضية رجعت للمحكمة. دابا نمشيو نعرفوا شكون هو ريتشارد تيويت. هو واحد السيد اللي عنده اضطراب نفسي، عنده تاريخ ديال التصرفات الغريبة، كان معروف بأنه كيدخل ديور ديال الناس بدون سبب، كيعيش واحد الحياة غير مستقرة، وبزاف الناس في الحي اللي كانت عايشة فيه ستيفاني كانوا كيخافوا من التصرفات ديالو. تحقيقات بينات أنه كان قريب بزاف من الدار ديال ستيفاني في هذيك الليلة، ومن بعد سنوات وأخيرا ولا هو المشتبه الرئيسي في الجريمة. في بداية المحاكمة في فبراير 2004 وقعت واحد الحادثة صادمة في نهار أول يوم ديال اختيار هيئة المحلفين. في وقت الغداء ريتشارد تيويت قدر يفلت من القيود ديالو داخل المحكمة، حل هذوك لي مينوط ما عرفتش كيفاش دار ليهم، وخرج من هذيك القاعة ديال الاحتجاز وخرج من المحكمة، ركب واحد البوس وهرب. ولكن الحمد لله البوليس قدروا يلقاوه من بعد ساعات ووقفوا ورجعوا. هذا الحادث غير زاد زعزع الثقة ديال الناس في القضية، هما اصلا ما تيقينش فيهم حيت كانوا ورطوا مراهقين في القضية، بحال كانوا متقاعسين في الحل ديال القضية باغيين غير يلبقوها لشكون ما كان. ودابا تزادهم ان المجرم هرب من بين ايديهم، فما بقاوش تيقين فيهم. في المحكمة النيابة قدمت أدلة ظرفية وأدلة مادية، من بينها وجود دم ديال ستيفاني على حوايجو، وهذا الشيء ربطه مباشرة بمسرح الجريمة. ولكن الدفاع ديالو كان عنده رواية أخرى، قال بأن المراهقين 3 هما اللي قتلوا ستيفاني، وأن الدم وصل للحوايج ديال تيويت غير بسبب تلوث الأدلة وأخطاء في طريقة تعامل الشرطة مع مسرح الجريمة. يعني بغى يمسحها في البوليس، هو أصلا البوليس مكحلينة مع الشعب، اللهم يزيد يكحل عليهم المحامي. يعني الدفاع هنا كيحاول يشكك في كاع الأدلة العلمية. في 26 شهر 5 2004 هيئة المحلفين برأت ريتشارد تيويت من تهمة القتل العمد، ولكن أدانوا بواحد الجريمة اللي هي أقل خطورة، ألا وهي جريمة القتل غير العمد، وزادوا بأنه استعمل سلاح أبيض. بناء على هذا القرار ديال هيئة المحلفين القاضي حكم عليه 13 سنة ديال السجن، ومن بعد زادوا عليه 4 سنين إضافية بسبب هذيك المحاولة الهروب اللي كان دار في المحكمة. الأم قالت أن أصعب شيء ما كانش غير فقدان بنتها، ولكن حتى أن البوليس كانت تحاول تاخذ منهم ولدهم. الأب قال أنهم فقدوا ثقة في النظام كامل، ومايكل عاش سنوات طويلة وهو متهم ظلما بقتل اختو، وحتى من بعد التبرئه ديالو بقى داك الاثر النفسي ملازم ليه مدى الحياه، حيت راه ماشي سهله. من بعد سنوات طويله ديال المعاناه، العائلات ديال 3 المراهقين قرروا انهم يرفعوا دعوى قضائيه ضد مدينه اسكنديرو واوشن سايد بسبب الاعتقالات الخاطئه، التحقيقات اللي كان فيها ضغط نفسي، والاعترافات اللي تفرضات عليهم. قضيه كانت ثقيله بزاف حيت كل عائلة كانت عاشت سنوات من التشويه الإعلامي، الاتهام العلني، معاناة النفسية. وفي عام 2011 العائلة ديال كرو توصلوا لواحد التسوية مع السلطات وحصلوا على $7 مليون فاصلة 25. هاد التعويض كان اعتراف غير مباشر بأن داكشي اللي وقع ما كانش عادل، حتى إلا ما كانش اعتذار رسمي صريح. في 2012 وقع واحد القرار نادر جدا في النظام القضائي الأمريكي. القاضي كانت صدر واحد الحكم كيعترف فيه بأن مايكل كرو وجوشوا تريدواي وآرون هاوزر بريئين من التهم بشكل فعلي، وتم إغلاق القضية نهائيا ضدهم. هذا الحكم مهم بزاف حيت ماشي غير الأدلة ما كافياش، ولكن اعتراف قانوني من القضاء بأنهم ما ارتكبوش الجريمة أصلا. من بعد ما تمت الإدانة ديال ريتشارد تيويت بجريمة القتل غير العمد ما قبلش ودار استئناف قدام محكمة الاستئناف ديال كاليفورنيا. في هذا الاستئناف دفع بعدة حجج، الأهم ديالها أنه تم انتهاك الحقوق الدستورية ديالو، خصوصا حقه في المواجهة القانونية
وقال بأن المحكمة في المحاكمة الأصلية منعت الدفاع ديالو من استجواب واحد من الشهود ديال الادعاء بشكل كامل، وهذا الشيء أثر على العدالة ديال المحاكمة. في 14 ديسمبر 2006 محكمة استئناف اعترفت بأن القاضي في المحاكمة الأصلية فعلا دار خطأ دستوري فادح، ولكن قالت بأن هذا الخطأ ما كانش كافي باش يغير النتيجة، وبالتالي أكدت الحكم بالإدانة. يعني الخطأ كاين، ولكن المحكمة قالت بأنه ما أثرش بشكل كبير على الحكم، يعني الحكم نفسه. ريتشارد تيويت موقفش هنا، طلب مراجعة من المحكمة العليا في كاليفورنيا، ترفض له الطلب. قدم طلب فيدرالي، تم رفضه في المحكمة الفيدرالية الأولى. يعني كاع المحاولات في البداية كانت ماشية مع الإدانة ديالو. تحول كان في 8 في شهر 9 2011، وقع واحد التغيير صادم في المسار القضائي. واحد الهيئة في محكمة الاستئناف الفيدرالية قررت إلغاء الإدانة ديال تويت، والسبب كان أن المحاكمة ما كانش عادلة، حيث القاضي حد من حق الدفاع في استجواب الشاهد الرئيسي، وهذا الشيء أثر على النتيجة ديال القضية. المحكمة قالت واحد الجملة قوية اللي هي أن القضية فيها مشاكل كبيرة، اللي منها نقص في الأدلة اللي كتربط تويت مباشرة بالجريمة، مشاكل في الدليل ديال العديان، وجود هيئة محلفين ما قدرتش توصل للإجماع حيث ماشي كاملين داروا تصويت بالإجماع، وحتى الحكم كان تسوية داخل هيئة المحلفين ماشي قناعة قوية. وبناء على هاد العناصر المحكمة قالت الخطأ اللي وقع ما يمكنش نعتبروه بسيط، بل أثر على الحكم النهائي، ولهذا تم إلغاء الحكم وإصدار قرار بإعادة النظر. المحكمة لاحظت أنه ما كان حتى شي أثر مادي واضح كربط تويت مباشرة بمسرح الجريمة، وما كان حتى شي أثر من مسرح الجريمة على ملابسه أو جسمه، ولا حتى أثر ديالو داخل الدار. وهذا الشيء زاد الشكوك ديال المحكمة في قوة الأدلة ضد. ومن بعد سنوات من الطعون والإجراءات القانونية تم منح ريتشارد تيويت محاكمة جديدة بدأت رسميا في 24 شهر 10 2013. هذه المحاكمة كانت فرصة جديدة باش يعاودوا يدرسوا القضية من الصفر، وخصوصا الظروف ديال الأدلة ديال العديان في مسرح الجريمة. محامي الدفاع ديال ريتشارد حاول يبني واحد الصورة مختلفة تماما. قال للمحلفين أن تيويت ما عمره ما دخل الدار ديال عائلة كرو من الأساس، وحتى إلا دخل ما كانش غادي يقدر يلقى البيت ديال ستيفاني، والدار كانت مظلمة حيت الليل ديك الساعة كان كلشي ناعس، وما كانوا لا بصمات ديالو ولا العديان ديالو في الدار. الدفاع زاد واحد الفكرة، وهي أن ستيفاني كانت ممكن تكون مهاجمة من طرف شخص آخر، وتم الضغط عليها أو لا تغطات بشي بلانكت ولا شي غطاء باش ما تغوتش، ومن بعد وقع الطعن من طرف شخص مختلف. وبالنسبة للحوايج اللي فيها الدم، الدفاع قال أن نتائج ديال الدم ما كانتش واضحة في الفحص الأول، وأنه ممكن يكون وقع تلوث ديال الأدلة أثناء تحليل مسرح الجريمة. يعني الدفاع كيحاول يقول أن الأدلة ماشي نقية وما كتثبتش تورط مباشر ديال ريتشارد. من جهة الأخرى المدعية العامة ألانا باتلر قدمت رواية مختلفة تماما، قالت أن ريتشارد كان ديك الساعة في المحيط ديال الدار ديال عائلة كرو في ليلة الجريمة، ليكم راه كان في الحي، كان كيدور على واحد المرأة سميتها تريسي، كان عنده مشكل قديم معها، وكان معروف بسلوك غير مستقر وهوس وتصرفات غير عقلانية. وبحسب النيابة ريتشارد كان مضطرب نفسيا ومندفع. قالوا بأنه دخل الدار عن طريق الباب اللي كان محلول، ودخل البيت ديال ستيفاني، وتم وقع الهجوم عليها وتم الطعن ديالها على الأقل 9 المرات. ما عقلتش واش قلت لكم بأن كيفاش الطريقة باش ماتت ستيفاني، ولكن راها ماتت مطعونة. لقاو الآثار ديال الدم ديالها على جوج الحوايج اللي كان لابس اللي شدوه البوليس. قضية فهاد المحاكمة كانت كاملة كتدور على واش تويت دخل فعلا للدار، واش الأدلة ديال الدم صحيحة ولا ملوثة، واش كان عنده القدرة والنية يدير الجريمة. الدفاع كيقول ما كانش حتى شي أثر مادي وواضح داخل الدار، والنيابة كتقول بأن الدليل ديال الدم كيربطو مباشرة بالجريمة. قد القضية من أكثر القضايا المثيرة للجدل، حيث حتى مع وجود محاكمات متعددة الحقيقة ما كانتش بسيطة. كل طرف كانت عنده رواية اللي قوية ولكن متعارضة مع الطرف الآخر. ومن بعد المحاكمة اللي كانت في شهر 10 2013 هيئة المحلفين ناقشوا بيناتهم، في الأخير
نهار 5 شهر 12 2013 خرج القرار النهائي اللي هو عافاكم ما تصدموش غير مذنب. هيئة المحلفين برؤوه من تهمة ديال القتل. علاش وصلوا لهذا القرار؟ من بعد الحكم واحد من المحلفين خرج وجرح التفكير ديالهم، قال بأنهم ما لقاو حتى شي دليل قوي كيثبت بأن ريتشارد دخل أصلا للدار ديال العائلة ديال كرو في داك الليل، ما كان حتى شي دليل مباشر كيربطو بمسرح الجريمة. وزادوا أنهم ركزوا بزاف على واحد النقطة مهمة، الدم اللي كان على حوايجو. ولكن بعد النقاش والتحليل المحلفين بدات عندهم واحد شوية الشكوك، واش فعلا هذاك الدم جا مباشرة من بعد الجريمة أو لا، ممكن يكون وصل بسبب تلوث الأدلة أثناء التحقيق والمعاينة. وبسبب هاد الشك، دائما الشك يفسر لصالح المتهم، بسبب هاد الشك قرروا أنهم ما يحكموش عليه بالإدانة. بهذا القرار تبرأ ريتشارد من تهمة القتل، وقت القضية من الناحية القانونية بدون إدانة نهائية واضحة عليه. في 2002 خرج واحد الفيلم سميتو The Interrogation of Michael Crow، كان مبني على التحقيقات الحقيقية وركز على الضغط النفسي اللي تعرض ليه مايكل. قضية ولات موضوع ديال بزاف الكتوبة اللي منهم Who Killed Stephanie Crow. هذا الكتاب ركز على التفاصيل ديال التحقيق، طرح تساؤلات على الإدانة ديال ريتشارد تيويت، وفتح نقاش حول واش فعلا كانت الإدانة صحيحة ولا لا. كان كتاب آخر سميتو Shattered Justice، ركز على الجانب الإنساني، يعني كيفاش القضية دمرات حياة ديال 3 العائلات، كيفاش الاتهامات ضد المراهقين أثرت عليهم نفسيا واجتماعيا، وكيفاش العدالة في بعض الأحيان كتخلف آثار مدمرة حتى على الأبرياء. قضية ديال ستيفاني كرو ما كانت مجرد جريمة قتل، وإنما كانت قصة ديال كيفاش تحقيق خاطئ يقدر يدمر حياة عائلة كاملة. بنية بريئة ماتت وعائلة كاملة تبدلت حياتها للأبد. والسؤال اللي كيبقى يطرح بزاف، والبوليس من البداية ركزوا على القاتل الحقيقي؟ واش كان ممكن العائلة ما تعانيش هاد السنوات كاملة؟ أقوى عنصر هنا ماشي هي الجريمة وإنما الظلم اللي وقع من بعد الجريمة. هاد القضية خلات لنا بزاف ديال الأسئلة اللي منهم واش غياب الدليل كيعني البراءة تامة، كيعني البراءة دائما، أو لكن احتمال أن الحقيقة ضاعت وسط أخطاء تحقيق، تضارب الأدلة، ضغط النظام القضائي. بالنسبة لي في هاد القضية نسبة كبيرة من الذنب كيتحملوها البوليس، وحدة من ناحية الضغط اللي داروا على الوليدات، والثانية من ناحية أنهم ما ركزوش في التحقيق وخلاو مجرم في الأخير ياخد براءة. يعني أنا بالنسبة لي ستيفاني ما تحققتش ليها العدالة. المهم هذه هي القضية ديال اليوم. كرهت نسمع الآراء ديالكم في لي كومونتير، ما تنسوناش من لي جيم ولا سبسكرايب، ونتلاقاكم في القصة الجاية إن شاء الله. تهلاو لي في ريوسكم، السلام عليكم، باي باي.